يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بدي ساوي لكم كيكة الشوكولا. عندي هون 3 حبات من البيض بحرارة المطبخ، طبعا أنا حاطة برش ليمون. عندي هون نخفق البيض، فيكم طبعا تستخدموا كمان فانيليا. نخفق البيض بهذا الشكل، بنضيف كاسة من السكر المطحون، نخفق بشكل منيح لحتى يتغير عنا لون الخليط. هلا هون بعد ما خلطناهم منيح بنضيف فنجان من الزيت النباتي. عندي هون نص كاسة من اللبن الرايب، طبعا بحرارة المطبخ، كمان بنضيفها وبنخلط. بنضيف براس المعلقة كربونات الصوديوم كربونة. هلا هون بنضيف معلقتين كبار من النشا من الحليب. بنضيف كوب من الطحين تدريجيا. هون بنضيف ظرف من البيكنج باودر. هون بنضيف كوب طحين بهذا الشكل وبنخلط. بنضيف معلقتين كبار من الكاكاو. بنضيف فوق منهم نص كاسة من المي الساخنة وبنخلط. نرجع بنضيف معلقتين تقريبا كبار من الماء الساخن ونخلط لحتى يتجانس عنا. هلا هون بنفضي الخليط بالقالب، طبعا مدهون عنا بالزبدة أو بالصينية. هلا هون بنحطه بالفرن إن شاء الله، بياخد معنا إن شاء الله ربع ساعة، نرجع لكم إن شاء الله. عندي كريمة شانتيه، نضيف عليها معلقة كبيرة من الكاكاو ومعلقة كبيرة من الحليب البودرة. نضيف عليها كاسة من المي الباردة، بنضيف المي وبنخلط. هلا هون بنضيف معلقة كبيرة من النسكافيه وبنخفق. هلا هون صارت الكريمة جاهزة عنا مثل ما شايفين، ما شاء الله قالب الكيك صار جاهز عنا. شوفوا الارتفاع ما شاء الله. هلا طبعا نستناه ليبرد تماما وبنزينه. هلا هون بعد ما برد عنا الكيك بنسقيه بالحليب بهذا الشكل، تقريبا نص كاسة من الحليب. هلا هون بعد ما تشرب عنا الحليب مثل ما شايفين بنضيف الكريمة. بسم الله. نحاول نوزعها بشكل متساوي. هلا هون بعد ما وزعنا الكريمة بشكل متساوي بنتركها حوالي نص ساعة بالفريزر وبنقطعها إن شاء الله. هلا هون بعد ما برد عنا بنحرر القالب بهذا الشكل. هلا هون بالنسبة للزينة بنضيف فارماسيل، بنوزعه بهذا الشكل. هلا هون بسم الله نفتح القالب. هلا هون بسم الله بنقطع القالب بهذا الشكل.
وبهيك الكيك صار جاهز عنا. شوفوا ما شاء الله الطبقات. ان شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم، والف صحة وهنا. لا تنسوني من اشتراك بالقناة. الف صحة وهنا.